السلام عليكم. اليوم هاد الحلقة هي هدية لكل شخص بداخله ضعف أو آلام أو قهر أو ماض مؤلم أو إحساس بالضياع وعدم الانتماء. حلقة اليوم ستكون جلسة نفسية علاجية بامتياز. ربما لو كانت تباع لاحتاجت مالا كثيرا، لكنني أقدمها لكم مجانا. تخيلوا معي أن تكونوا غارقين في الآلام، تعيشون مرحلة تشعرون فيها أن كل شيء ضدكم، الناس، الظروف، وحتى أنفسكم. في لحظة بسيطة وهادئة يمكن للإنسان أن يجد كل شيء عندما يتوقف عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقة ليست مجرد كلام عن الصبر أو التوكل فقط، بل هي رحلة عميقة سنخوضها معا، نكتشف فيها كيف يتعامل الإنسان مع آلامه، وما هو المعنى الحقيقي للإيمان وقت الوجع، وكيف يمكننا أن نحول الجرح إلى قوة. سأحدثكم إن شاء الله بكلام يلامس القلب ويوقظ العقل، ويجعلكم تنظرون إلى علاقتكم بالله بطريقة لم تخطر على بالكم من قبل. فابقوا معي الآن، والأفضل أن تضعوا سماعات وتبتعدوا قليلا عن ضجيج المكان من حولكم. صدقوني، هذه الحلقة قد تكون بإذن الله نقطة تحول في حياتكم. مرحبا بكم من جديد. كما قلت، إذا وصلت هذه الحلقة إلى قلوبكم لا تنسوا أن تشاركونا بالضغط على زر الإعجاب في الأسفل، ولا تنسوا كذلك أن تكتبوا آراءكم في التعليقات حتى نعرف ما شعرتم به. من خلال حكاية الناس وشكواهم وإلهامهم وضعف إيمانهم أحيانا، وآلامهم ومآسيهم وأحزانهم، والقائمة طويلة من السلبيات، قررت أن أقول لكم يا متابعين الكرام إننا اليوم في جلسة إيجابية نجدد فيها نشاطنا الإيماني، ونتعلم من كل شيء يعترض طريقنا كيف نتعامل معه. موضوعنا اليوم هو: إذا أحبك الله أوجعك. لماذا؟ لأن الآلام هو المنبه الذي يدفعك لتكون أفضل مما كنت عليه. فمثلا إذا كنت غير مركز يأتيك الآلام ليعلمك التركيز، وإذا كنت باردا في بعض الأمور يأتيك ليوقظك ويوقظ فيك الحماس، وإذا خسرت فرصا لأنك لم تكن شجاعا بما فيه الكفاية، فالآلام لن يعلمك الاستسلام، بل سيعلمك كيف تقوي نفسك. الآلام لا يأتي ليكسرك أو يضعفك، بل ليقويك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وليس هذا معنى أن الله يحب الضعف، بل إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لنا القوة لا الهشاشة. انظروا نظرة إلى القرآن والسنة والدين، كلها تدعونا إلى القوة بالإيمان والصبر. فهل نظن أننا نصبح أقوياء ونحن دائما مرتاحون؟ بالطبع لا. لكي تصبح قويا لا بد لك أن تمر بالآلام وبالتحديات، لأن الله سبحانه وتعالى يرسلها على شكل ابتلاءات ليعلمك أن الإنسان لا يتعلم إلا إذا تألم، ولا ينضج إلا إذا مر بالتجارب. هنا قد يتكبر الإنسان ويظن أن الطريق الذي يسير فيه هو الطريق الصحيح، حتى يسلط الله عليه الآلام ليريه الدرس الذي يجب أن يتعلمه. الآلام يا سادة يعلمنا كيف نفهم ونصحح أنفسنا وننتبه لأخطائنا ونصبح أكثر وعيا. الآلام يأتي من عند الله تعالى، ويرفع الإنسان في درجات الفهم والمعرفة، خاصة إذا عرف كيف يتعامل معه.
وفهم أنه رسالة ربانية موجهة إليه شخصيا. أنا بدوري أشكر كل لحظة أعادتني إلى نفسي وكل آلام مررت به في حياتي، لأنهم كانوا سببا في أن يجعلني الله نسخة أفضل من نفسي. الحمد لله. وأهم شيء لا يجب أن ننساه أبدا هو الدعاء، لأن الدعاء يصنع المعجزات. كل شيء يبدأ بالنية ثم بالدعاء، فالله هو المركز الذي تدور حوله كل الأشياء، والنية الصادقة هي الأساس، لأنها تخرج من القلب، والله يعطيك على قدر نيتك. ومع النية عليك أن تأخذ بالأسباب وتسعى لتتقدم في حياتك. هناك أدلة كثيرة على هذا، لكن خطر ببالي مثال سيدتنا مريم السيدة العذراء حين أمرت أن تهز جذع النخلة ليسقط عليه الرطب فتأكل منه، لم تجلس وتنتظر، بل قامت وبذلت السبب رغم ضعفها. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء. الدعاء هو القادر على تغيير الأقدار وصنع المعجزات. على الإنسان أن يدعو الله في كل لحظة مهما كان شعوره ومهما كانت ظروفه، وأن يعبر عن دعائه بأي لغة وبأي طريقة وفي أي مكان. ونقطة أخرى، عليك أن تتعلم أن ضعف الإيمان الحقيقي عند الإنسان لا يكون فقط في الصلاة أو في الصيام، بل في اليقين بوجود علاقة حقيقية بينه وبين الله عز وجل. هذا الضعف غالبا ناتج عن قلة التجربة في الحياة، ولهذا من المهم أن يفهم الإنسان معنى الآلام والدروس التي يحملها في داخله. وانتبهوا كذلك أن قراءة القرآن لها تأثير كبير على حالتنا النفسية، خاصة إذا قرأناه بشغف وبحضور القلب. تخيلوا معي كأن القرآن هو الذي يقرأنا وليس نحن من نقرأه، يعني أنه يوجه لنا الرسائل التي نحتاجها في حياتنا حسب حالتنا النفسية والمرحلة التي نعيشها. ولكن علينا أن نميز بين الدين ككلمة أو مفهوم عام وبين معناه العميق. يمكن للإنسان أن ينظر إلى الدين نظرة سطحية فقط، لكن الحقيقة الدين ليس مجرد طقوس، بل هو علاقة عميقة جدا ورباط قوي بين العبد وربه. سأعطيك مثال. بينك وبين الله عز وجل يوجد جانب السلوكيات، مثلا الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، وكلها نسميها سلوكيات تعبر عن حب الإيمان. لكن يوجد جانب أعمق من ذلك بكثير، وهو العقيدة، الإيمان الحقيقي واليقين بالله عز وجل. جلسة واسأل نفسك ماذا تظن بربك، وكيف هو حسن ظنك بالله. إذا كنت ترى أنك أرحم بنفسك أكثر مما تظن أن الله رحيم بك، فهنا توجد المشكلة، لأن هذا يدل على أنك لم تفهم العلاقة الحقيقية التي تجمعك بالخالق. في هذه الحالة تحتاج أن تتوقف وتتأمل في أسماء الله الحسنى بعمق، واسأل نفسك هل الله رحيم؟ هل هو غفور؟ هل هو لطيف؟ هل هو عادل؟ وهو سبحانه يجمع كل هذه الأسماء الحسنى. إذا كنت تعتقد أنك أرحم بنفسك من الله، أو تظن أن الله يكلف الإنسان فوق طاقته، فهذا سوء فهم لطريقة تعاملك مع ربك. فالله لا يظلم أحدا أبدا، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. وكل آلام أو ابتلاء تمر به وراءه حكمة ورحمة
قد تكون خفية عنك، لكن هي تظهر عندما تثق وتفهم، وإن لم تفهم فسلم الأمر لرب البشر. وهذا هو معنى أننا مسلمون، هو التسليم. كل ما يحدث لنا يجب أن يزيدنا قربا من الله عز وجل، فنقول يا رب افعل بنا ما تشاء، نحن مسلمون لأمرك ونرضى بقضائك. لأن الحقيقة أن معرفتنا بالله تبقى ناقصة، ودائما فيها جانب يحتاج إلى تقوية، وغالبا ما يقويه الله لنا وسط البلاء الذي نعيشه. وقد يكون أيضا هذا الابتلاء جاء ليصحح نظرتك ويقربك من الله أكثر، خاصة لمن أراد الله له الخير والمعرفة. يا رب يا الله، كم أنت رحيم بنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنتصر، وهو الذي ينصرنا مهما كانت الظروف. هو أرحم بنا من أي مخلوق. الله لطيف عليم خبير وقادر على كل شيء. لا يمكن أن يعطيك شيئا لا تستطيع أنت أن تتحمله مهما كان ثقيلا أو صعبا، إلا لأنك قادر على تجاوزه، وفيه خير لك إن شاء الله. لكن أين توجد المشكلة؟ المشكلة التي تجعلنا أحيانا نقول أنا لا أستطيع، هي أننا لا نعرف كيف نتعامل مع هذه المشكلة، لا لأننا عاجزون عنها حقا. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي كل إنسان إلا ما هو قادر عليه وما فيه مصلحة له، حتى وإن لم يفهم ذلك في اللحظة نفسها. وإن لم نفهم الحكمة الآن فسنكتشف هذا مع الوقت. حين تقول أنا لا أستطيع تحمل الآلام أو البلاء أو المشاكل، أو المهم نختصرها في الابتلاء، هذا ليس من عند الله تعالى، بل هو وسوسة من الشيطان. فالشيطان يتدخل كثيرا في هذه اللحظات، ويحاول أن يقوي بداخلك إحساس بالآلام وبالضعف، ويجعلك تشعر أنك مكسور مهزوم وغير قادر على التقدم. الشيطان يعدكم الفقر ويتقن هذا العمل جيدا. ليس اسمه الوسواس الخناس صدفة، فهو يوسوس لك فعلا ويضربك في أضعف نقطة لديك، نقطة الفشل أو الذنب أو الذل، يجعلك تشعر أنك غارق ومغلوب على أمرك. وعندما تفتح هذا الباب للشيطان يدخل بقوة ويبدأ في تدمير حياتك، لأنه يفرح عندما يراك ضعيفا. هو يريد المؤمن المهزوم، يريدك أن تصل إلى الضعف حتى تنسى طريقك وتفشل ولا تنجح، لا في عباداتك ولا في علاقاتك ولا في حياتك ولا حتى في ثقتك بنفسك. الشيطان يريد أن تخسر كل شيء، لا يريد أن تتوازن نفسيا ولا أن تعيش في حالة صحية سليمة. ولهذا نرى اليوم انتشار كبير في الاكتئاب والأزمات النفسية، لأن كثيرا من الناس فتحوا هذا الباب وجعلوه مدخلا للشياطين. الشيطان لا يريد أن يراك قويا ولا مرتاحا ولا مستقرا كذلك، بل يريد أن يوقعك ويسقطك. الشيطان يعرف كيف يحاربك دون أن تشعر، وكما قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر. والشيطان فعلا حريص جدا على أن تبقى حزينا، لأنه حين يحزن قلبك تغلق حقائقك الداخلية وتضعف وتصبح ثقيلا من الداخل ولا تستطيع النهوض بسهولة. ولكن عندما تصفو من الداخل
ويخف قلبك، يكون خفيف. تبدأ في رؤية كل شيء بوضوح، وتزول تلك الغشاوة من أمام عينيك، ويتغير حالك، ويقوى فكرك، ويزداد إيمانك بالله صفاء ويقينا. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا. المفتاح هو كيف ترى ربك. هل تراه رحيما قويا؟ هل تراه ناصرا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يعني كما تظن بالله تجده. إن رأيته كريما رحيما قويا سترى كرمه ورحمته وقوته في حياتك. الله لا يريد ضعيفا، بل يريدك قويا مرفوع الرأس، لا تعيش دور الضعف ودور الضحية. الله كريم، ولم يخلقك ليكسرك، لا، بل ليجعلك مؤمنا قويا عارفا بقيمتك ثابتا باليقين. فكلما صفى داخلك صفى عقلك وقويت وأصبحت قويا وأفكارك قوية، وكبر يقينك بالله عز وجل. وكلما أعانك الله أكثر بدأت ترى الأمور بوضوح أكبر. الذين وصلوا إلى درجات عالية من الإيمان واليقين والثقة والقوة لم يصلوا إليها بسهولة. هؤلاء مروا بتحديات واختبارات وفتن وآلام ومواقف علمتهم كيف يتعاملون معها، ويقومون أنفسهم من خلالها حتى أصبحوا قدوة يقتدى بها اليوم. علاقتك مع الله هي التي تجعلك صامدا وسط الآلام، ثابتا في العمق، وهي التي تفتح لك باب رؤية الحقيقية. الله معجزة، ووجوده معجزة، بل إن هذا الكون كله إعجاز عظيم، لكن لا يرى هذا الإعجاز إلا من كانت له بصيرة، ليست بصيرة العين بل بصيرة القلب. للأسف أغلب الناس يرون بأعينهم فقط ولا يرون بقلوبهم. هذه البصيرة هي القرب من الله عز وجل والتأمل في قدرته وعظمته. كثير من الناس لا يعرفون كيف يتأملون، ولا كيف يراجعون أنفسهم، ولا كيف يفكرون بعمق حتى يروا الأمور بنظرة إيجابية، فيدركوا عظمة الخالق، ويحسنوا الظن بالله وبأنفسهم وبالحياة. الإنسان في أغلب الأحيان يتبع النفس الأمارة، ويبتعد عن الله. والنفس الأمارة هي أخطر شيء، فهي التي تحجبك عن ربك. وأكبر خطأ نقع فيه هو أننا نهرب من آلامنا إلى الناس وإلى العلاقات، وننسى الله رب الناس، مع أن الآلام جاء ليوقظنا إلى الاتجاه إلى من خلقنا وخلق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القلب والمشاعر والفكر والعقل، وخلق الخير والقدر. ولهذا عندما نتألم يجب أن نرجع إليه، لا أن نهرب منه. من أحسن ظنه بالله ووثق فيه يكرمه ويعطيه خيرا كثيرا. لكن المشكلة أن بعض الناس يحاولون تحديد ما يجب أن يمنحهم الله بدلا أن يتركوا الأمر له. وبالنية والاجتهاد يصل الإنسان إلى ما لم يكن ليصل إليه بسهولة. السؤال هو كيف نجتهد؟ الاجتهاد لا يعني الراحة أو التساهل، بل يعني أن تشد الهمة، تفهم الطريق، وتعمل بكل قوتك. من يجتهد بصدق يصل إلى أهدافه وينال ما يستحق. الخروج من الآلام ليس أمرا معقدا كما نتصور نحن. في الحقيقة هو ليس صعبا، لكن بدايته تكون من النية. النية الصادقة هي مفتاح الفرج.
وبحسب نيتك تفتح لك الأبواب. كن صادقا مع نفسك، تعلم أن تنظر إلى الآلام كتجربة جديدة ووعي جديد، لا كعقاب. لا تحاكم نفسك، فقط كن صادقا معها. ليس عيبا إذا احتجت إلى شخص يسمعك أو يساندك، قد يكون صديق مقرب أو شخص تثق به وتتحدث معه دون خوف. ولكن أنا أقول دائما أفضل صديق وأقرب معين هو الله سبحانه وتعالى. كلما شعرت بالضيق تذكر دائما ما تدعو به، والتجئ إلى الله بقلب صادق، لأنه وحده القادر على شفاء القلوب. وأنا أؤمن فعلا أن الدعاء يصنع المعجزات. البداية تكون بالنية، والنهاية تكون بالدعاء، والله هو الدائرة التي تجمع بينهما. النية مكانها القلب، والله لا يعطي إلا على قدر نيتك، بل يعطيك الخير الذي نويته وأكثر منه. خذ بالأسباب، اعمل واسعى، اسعى في حياتك، ورافق سعيك بالدعاء، لأنه هو الذي يحرك الأمور التي تظنها أنت مستحيلة. وحتى إن كنت تتألم يمكنك أن تعالج نفسك بهدوء. إذا كانت نيتك الشفاء فسيساعدك الله ويفتح لك طريقا نحو السلام الداخلي. أما إذا كانت نيتك الانتقام أو المضي وراء آلام بروح الانتقام، فستظل عالقا في نفس الدائرة ولن تجد الراحة أبدا. وفي النهاية كن واثقا أن الله قادر أن يعطيك أكثر مما تتوقع وأكثر مما تتخيل. الحياة قد لا تكون سهلة، والآلام قد يأتي في لحظات لم نكن مستعدين لها، لكن تذكر دائما كل وجع في حياتك رسالة، وكل دمعة درس، وكل تجربة صعبة تقربك أكثر من الله. لا تنسى أن الله لم يخلقنا ليعذبنا، بل خلقنا ليعلمنا ويساعدنا ويرفعنا. فكلما شعرت بالضيق بدل أن تهرب إلى الناس، ارجع إلى رب الناس، لأن الشفاء الحقيقي يبدأ من هناك. صفي نيتك وكن صادقا، وثق أن الله سيعطيك أكثر مما تمنيت وأكثر مما تصورت. وفي الخاتمة أريد أن أقول لك: آمن وتقدم ولا تتوقف.